هلو هلو، كل سنة وانتم طيبين. مستمرين في وصفات العيد. ويا ترى الطاجن ده فيه ايه؟ متغطي كده بخبز بالزعتر، حاجة كده رهيبة. يلا نفتح مع بعض ونشوف عاملين ايه. سخن سخن لسه خارج من الفرن حالا. يلا بينا زوم ونشوف عاملين ايه. الله على الجمال، عاملين لحمة بالبصل او كباب حل. شايفين لحمة مستوية، صوص يجنن، ريحة خطيرة. ومغطينه بقى كده بخبز بالزعتر. طبعا اللحمة بالبخار اللي طالع منها بيسوي لي الخبز. حاجة كده عظمة يا جماعة. نقطع حتة ونغمسها كده في قلب الصوص وتاكلي. حاجة خطيرة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا حلة فيها شوية زيت وحتة زبدة. هحط عليها بصلاية كبيرة كده متقطعة جوليان وصغير، يعني جوانح وصغير. هقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي، يعني تحس ان هي ايه قربت توصل للبصلة بتاعة الكشري. في اللحظة دي هحط معلقة سكر كبيرة تكرمل كده وتديني طعم حلو جدا مسكر في قلب اللحم. انا يا جماعة بعمل الكباب حلة بلحمة تكون مسلوقة 50% سوا. خلاص بتبقى احلى واخف كتير من اللي بتتحط نية على البصل. خلاص بعد ما سلقتها جبتها كده قطعتها مكعبات صغيرة ونزلتها على البصل. هشوح بقى اللحمة والبصل كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وشوية كاري وعودين لورا وعود قرفة او نص عود قرفة. وبرضه هشوح الكلام ده كله كويس، واول ما التوابل نزلت مع البصل واللحمة الريحة ظهرت يا جماعة والريحة تحفة. في النص بقى هنا هنزل بفص توم مفروم ومعلقة صلصة. وهقلب برضو الكلام ده كله كويس، وحطيت نص قرن فلفل حامي. بيدي تست حلو، مش عايزاه ما تحطوهوش. هقلب برضو الكلام ده كله كويس. وهحط عليهم بقى الشوربة اللي اللحمة اتسلقت فيها، هحط بتاع نص كوباية. وهسيبهم بقى كده ايه، يسخنوا كده مع بعض تاني او يغلوا غلوتين تلاتة كده. بقية اللحمة تكمل السوا بتاعها. نيجي بقى هنا نعمل الخبز او رغيف العيش ده طعمه خطير يا جماعة. هو بيتحط كده على وش الطاجن، والصوص اللي خارج من اللحمة هو اللي بيسوي لي الخبز. حطيت كوباية دقيق، معلقة صغيرة سكر، رشة ملح، رشة خميرة، رشة زعتر بس. تاني كوباية من الدقيق، رشة سكر، رشة ملح، شوية زعتر، شوية خمير. وهعجن بشوية مية دافية، خدت تقريبا معايا ربع كوباية مية. هعجنه بقى كده لحد ما العجينة تلم معايا خالص. اشيل بقى المعلقة واعجن بايدي. اهو خلاص، طبق ندف ايدي نتفت كده العجينة كويس خالص. هسيبها بقى يعني ترتاح كده بتاع نص ساعة. حطيت شوية زيت زيتون وهحطها كده واغطيها. اهو طبعا الدنيا صيف والجو حر فهتخمر معانا، يمكن ربع ساعة كمان هنلاقيها خمرت. غطيتها بستريتش وحطيتها في مكان دافي كده لحد ما خمرت. هنا اللحمة خلاص خلصت معايا. شايفين بقى الصوص بتاعها تحفة وريحتها خطيرة. هاجي بقى هنا الطاجن معايا هحط فيه اللحمة. خلاص ويستحسن يكون الطاجن سخن شوية عشان بياخد وقت كتير عقبال ما بيسخن. يكون الطاجن سخن كده مسخناه على النار. وهحط فيه اللحمة. هنيجي بقى اهي العجينة بتاعتنا. انا حاطه كده كيس تلاجة فاتحاه نصين وحطاه. وحاطه شويه زيت. هفرد بقى كده بايدي بالراحه، ما شاء الله العجينه سلسه وحلوه جدا. هكمل بقى كده بالفرد بالنشابه بتاعتي. ما عندكيش نشابه ممكن تكملي بايدك عادي خالص، بس عشان تطلع مستويه معايا. اهو خلاص كده انا فردت على قد الطاجن. هشوف انا كده المقاس كويس. هحطها بقى كده على الطاجن واسويها، يعني تكون الجوانب قد بعض عشان ما تغرس جوه او تقع او حاجه. اهي ما شاء الله على قد بالظبط. هقفلها بقى كده من الجوانب. وهبدأ اشيل الكيس بتاعي. خلاص كده. هحط عليها شوية سمسم وحبة البركة كده من على الوش بيدوا طعم حلو جدا.
اكون بقى مسخنه الفرن بتاعي، يعني على درجه حراره 180. هيقعد بس ربع ساعه بالظبط. اللحمه تكمل سواها وتسوي لي العيش. خلاص بعد ما استوى فتحت عليه الشوايه، اتحمر التحميره الحلوه دي. وده شكل الطاجن بتاعي. لو عجبك الفيديو لايك وشير. دي قناتي سمسم محبة البركة. باي باي.